شايف ازاي موقف الاهلي في التعامل مع تريزيجيه؟ نبتدي بالمواقف اللي حصلت ثم ندخل على الاداء الفني. يعني هو خلاص موقف بقى واضح، يعني ما فيش حاجه تستخبى زي ما بيقولوا. يعني الاهلي اللي قريناه النهارده ان هو اعلن يعني ان في عقوبه. عقوبه وهو وصلت لمليون جنيه. برضه عشان برضه ما نبقاش يعني ضاغطين قوي على تريزيجيه. هو تريزيجيه مش شخصيته دي على فكره. يعني هو عمره ما كان شخص انتهازي ولا شخص مثلا اناني ولا في حاجه. يعني ممكن بتحصل يعني لقطه كده ولا حاجه، وقد يكون لو سجل هدف يعني ودخلت ضربه الجزاء عدت خلاص. ممكن تعدي، بس اداره النادي ما كانت او اداره الفريق مش هتعديها. ده اللي انا متاكد منه يعني. كابتن بركات. والله يا ابراهيم، يعني احنا طبعا بنتكلم في حته ان دايما بيبقى الانديه الكبيره زي النادي الاهلي طبعا بيبقى انت المدير الفني حاطط نمره واحد واثنين وثلاثه في تسجيل ضربات الجزاء. فما دام واحد موجود وما عندوش مشكله ان هو يشوط، كان من باب اولى ان هو يشوط. ولكن زي ما بقول انا بتفق مع سيد بشكل كبير جدا في حته تريزيجيه. هو عارف طباعه وعارف ان هو مش اناني. انا كمان اتعاملت معاه وعارف ان هو ممكن يكون